أعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من عيار تقيل جدا. تأليف جديد من عيار تقيل جدا، وأغنية حزينة جديدة بعنوان بنام بدموعي. أغنية حزينة جديدة من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. طبعا الفيديو ده احنا بنسجله حاليا يوم 7 من شهر فبراير، لكن الفيديو ممكن ينزل في وقت متأخر أكتر من ده بمراحل. يعني فأعزائي المتابعين، آه، احنا الفيديو ده هينزل امتى وازاي الله اعلم، ممكن ياخد وقت طويل جدا على ما نعرف ننزله. أعزائي المتابعين، طبعا أنا عرضت لكم بس كده لقطة عن التأليف وعن الكلمات بتاعت الأغنية حزينة، علشان تاخدوا بس فكرة عنها. بس احنا مش محتاجين يعني نقعد نعرض كتير، لان كده كده التأليف ده هينزل فين؟ في الديسكريبشن. ايه الديسكريبشن ده للناس اللي مش بتفهم في الانجليش؟ الديسكريبشن ده معناه الوصف. تخش في الفيديو في حاجة اسمها الوصف، هتفتحه هتلاقي التأليف اللي انا كاتبه كله. وطبعا التأليف ده بيتم مراجعته بعناية جدا، بشكل يعني يوميا او كل يومين بدخل كده واتفرج على التأليف اللي انا كتبته، ولو في اخطاء كتابية بيتم تعديلها مني انا المؤلف يوسف القناص. وحتى لو انتوا لاحظتوا يعني اخطاء كتابية في التأليف، طبعا ايه يعني بلغوني وكده. اعزائي المتابعين، الاغنية الحزينة دي بتتكلم عن الحزن عامة يعني. فهي اغنية حزينة يعني اصلية قوية جدا، هتعجبكم يعني هتعجبكم. لايك وكومنت، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتستنونا في كل الفيديوهات الجديدة والحصرية من المؤلف الماهر والموهوب ومحبوب العراقيين يوسف القناص. لأن يا أعزائي المتابعين، احنا داخلين في شهر رمضان، وفي شهر رمضان أنا هنحضر لكم قصة اسمها قصة آه عباس المتهم الهارب، وقصة السفر عبر الزمن هنكمل بقية حلقاتها، وقصة آه الحادث المؤلم، وفي قصة تالتة كده اسمها لسه ما ألفتوش يعني قوي، بس أنا بفكر لها في عنوان كويس علشان تعجبكم. بشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، سلام.